ما حدث البارحة هو أن حديث جاي كارني، والذي أجاب على سؤال لأحد الصحفيين للتأكيد على موقف الولايات المتحدة، كما قال الموقف الثابت باعتبار هذا المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع هو مقترح أو مشروع قابل للتطبيق ويضمن الحياة يضمن السلام لساكنة منطقة الصحراء. جاء بعد ذلك البيان المشترك الذي صدر عقب نهاية القمة المغربية الأمريكية بين الرئيس باراك أوباما وضيفه العاهل المغربي، حيث أكد البيان على التزام الولايات المتحدة بمجهودات إحلال السلام في هذه المنطقة ودعمها لمجهودات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، وكذلك دعمها المطلق والواضح لما يسمى بالمقترح المغربي للحكم الذاتي، واعتباره بأنه مقترح قابل للتطبيق ويروم إلى تحقيق السلام الدائم في المنطقة. إذا نحن هنا أمام بالفعل انتصار واقتناص موقف مهم من الولايات المتحدة، وهو الموقف الذي لا يعتبره المراقبون جديدا، اللهم في ظل السحابة التي مرت بها العلاقات في شهر أبريل الماضي. طيب، ربما كتذييل لكلامك محمد، ماذا عن موقف بعض أعضاء الكونغرس المؤيدين للبوليزاريو؟ يعني ما حجم العقبة التي يمثلونها أمام المغرب الآن؟ وأكيد أن صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس البيت الأبيض بمفرده وليس الكونغرس، لكن هو بالدرجة الأولى الكونغرس ثم الكونغرس، وبالتالي فإن الحديث عن الموقف الرسمي للخارجية الأمريكية والموقف الرسمي للبيت الأبيض لا يعني بالضرورة أن السلطات المغربية وأن الخارجية والدبلوماسية المغربية تستغني عن التحرك في هذا الجانب، حيث أن الوفد الذي رافق العاهل المغربي كان وفدا يتكون من وزير الخارجية الذي زار الكونغرس والتقى بالعديد من قياداته، وبالتالي هذا يمكن القول أن هذه الجزئية أخذت بعين الاعتبار من قبل المسؤولين المغاربة.